السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. وقبل لا أبدأ فيديو اليوم لازم أشكر كل اللي يتابعوني وحطوا لي تعليق ولايك، ولا ينسوني ودائما موجودين وحاضرين. الله يخليكم لي ويحفظكم. اليوم سويت غدانا صالونة دجاج وحبيت أذكركم فيها، ويلا كلنا خلينا نشوف طريقة أم علي وزينب. بداية قبل لا أبدأ إليكم أشرح لكم عن طبختي اللي سويتها، حبيت أخبركم إن لازم ما ننسى الطيور. إذا كان عندنا فائض من الخبز نقطع عليهم صغار ونودي إليهم ياكلونه. طبختي اليوم سويت دجاج، فحت الدجاجة قبلين يعني بفترة، وبعدين أخذت ماي الدجاج وخليته على الرز وخليته يستوي لحاله على جنب. أما بالنسبة للدجاجة أضفت معها شوية دهن، وأضفت معاها البطاطات، ولأني حسبت إن الكاميرا شغالة فكنت أظن إنكم تشوفوني وأنا أحط الهيل والقرنفل والفلفل الأسود المطحون، بس الحين قاعدة أخبركم باللي حطيته قبل يعني والكاميرا مقفلة. أما بالنسبة إلى البهارات المخلوطة أو المطحونة حطيت شوية ثوم وشوية من بهار الدجاج المطحون، وطبعا البهارات كلها على حسب الرغبة وعلى حسب ذوقكم، وكل ما تشوفون الأطعم استخدموا البهارات اللي تعجبكم أكثر. وحطيت بابريكا، فلفل حلو شوية، يعني مقادير بسيطة. حتى المقادير أحطها على حسب الرغبة، يعني اللي تشوفينه تبينه ملعقة نصف ملعقة على حسب شلون انتي تطعمين الأكل، سويه بالطريقة اللي تعجبك. بالنسبة لهذا البهار أو البهارات الصحيحة دائما أشوفها في الأفلام الهندية، فحبيت أضيف شوي وخلطتهم كلهم مع بعض خلط زين ما زين. ومن ثم أضفت معجون الطماطم كمية محترمة علشان تصير الصالونة حمرا، فلا تبخلين في مقدار الطماطم. خليت الطماطم وباقي المكونات على درجة حرارة منخفضة، وأضفت ملعقة من الملح على حسب الرغبة، وخليتهم كلهم يقندوا على هالحرارة اللي خلت الطبخة يعني ما عجلتني. حرارة الشورى أو الفرن ما عجلتني، خلتني يعني بطيئة شوي، لأنه حط الأغراض في القدر فما خفت من الحرارة. وأيضا نوعية القدر اللي أستخدمها بصراحة مية مية، مستانسة من القدور الجديدة اللي اشتريتهم بالصراحة. وأضفت شوية من الفلفل البارد، وأيضا أضفت كمية قليلة من الإسمنت وكمية قليلة من التوابل. وطبعا أضفت 2 من الفلفل الحار. و الحين قاعدين انتو تتذكرون بتقولون أم علي واجد عندها أشياء مثلجة، عندها سبنت مثلج، توابل مثلج، فلفل حار مثلج. ما زالوا عندي الأغراض، بس لأني كم يوم ما أطبخ فعندي كمية وافرة في الفريزر، و ما زلت أستخدمهم، وكل شي عالي العال وتمام التمام. بالنسبة إلى المقادير
المقادير عشوائية، إني أحط على حسب الرغبة، قليل من السبن، قليل من تابل، حبتين فلفل أخضر حار، وكمية يعني مقدار الكافي. حبيت أزيد الفلفل البارد أو حبيت أقلل الفلفل الحار، كله على حسب الرغبة يعني، ما في مقادير معينة. حبيتين زيدي، ما حبيتين قللي براحتك يعني. أضفت الدارسين والليمون، قلت ما تختلي الصالونة البحرينية من الدارسين والليمون. بعدين خليهم يتسبكوا ياخدوا راحتهم مع بعض شوي، وإذا بالأمكان نخلطهم شوي بعد لين يوصلون إلى الامتزاج. ونضيف معجون أو مهروس الطماطم بمقدار حبتين، أني سويت حبتين ومثلجين بعد، وذوبتهم بالماي، بعدين هرستهم زين ما زين، بعدين حطيتهم في الصفرية أو القدر، ولين وصل درجة لونهم للأحمر وتسبكوا. آخر شي أضفت البصل المقلي الجاهز، وأيضا البصل خليته يتسبك مع الجماعة. وتعرفون إن البصل إذا تخلونه يمتص الماي فيصير شوي ناشف بسبب البصل، بس أنا خليتهم يتسبكوا زين ما زين. بعدين أضفت آخر خطوة اللي هي الماي، أضفت الماي، وفي البداية تخلونه يغلي، لما يغلي تحسون إن الفقاعات تطلع، بعدين تخفضون على مستوى الحرارة إلى مستوى العيون النايمة، ولين تنضج الصالونة أو لين يوصل المستوى اللي انتو تبونه. في هذه المرحلة لما يستوي أو تستوي الصالونة نراويكم شكلها الأخير، مو شكلها الأخير، قبل الأخير، في مرحلة النضوج كانت الصالونة، وحبيت أراويكم إياها. شكلها فظيع ولذيذة بصراحة، جدا لذيذة، وعلينا وعليكم بألف عافية، وإن شاء الله تطبقوها وتستفيدوا منها. وما تنسوا تكتبولي في التعليقات وتعطوني رأيكم بالصالونة البحرينية على دجاج، وادعوا لنا. هذا شكلها الأخير واللقطات الأخيرة. وما تنسونا من الدعاء. مع السلامة وإلى اللقاء.